النهاردة هنتكلم في حلقة خاصة وشيقة جدا عن أكتر حاجة الناس مستغرباها في ثعبان الموراي، وإزاي هو أصلا بيعيش في المية المالحة وإحنا متعودين إن هو بيعيش في البحر، وإزاي إحنا معيشينه في المية العذبة وفي وسط الزرع كمان. بس عايزك تصلي وتسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وتقول بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله، وما تبخلش علينا باللايك والكومنت الجميل وتقول الله ينور. وحكايتنا بتبتدي لما ثعبان المراية يبقى عايز يتجوز وياخد ثعبانته المراية ويروحوا البحر ويشوفوا كهف أو مجموعة صخور ويعمل منها بيت عشان خاطر النتاية تبدأ تجهز بيضها وتنزل البيض ده. وبعد مدة الفأس يبتدي يطلع ثعابين صغيرة جدا شفافة اللي هو صغار المراي، وتغذيتهم هنا بتبقى على اليرقات والكائنات الصغيرة اللي على قد بقهم، ويتغذوا عليها لحد ما يكبروا. مع الانجراف في المية والتيارات تبدأ المية تاخدهم على المية البراقش، ثم يبتدي يهاجر وينزل للمية العذبة. القدرة اللي اداها ربنا للتعبان ده على التكيف ان هو كان عايش في البحر شديد الملوحة وينجرف وينزل للبحيرات متوسطة الملوحة اللي هي البراقش، وأجهزته الحيوية والفسيولوجية تبتدي تتأقلم على الكلام ده، وتنتهي رحلته في الآخر في نهر مية عذبة منزوعة الملوحة نهائيا عشان يكمل بقية حياته وينمو ويبدأ في الصيد والأكل. وقد إيه الكائن دوت شاف حياة صعبة، والظروف والحياة حطته في مواقف جعلت منه إن هو ذكي جدا ويقدر يتصرف في المواقف دي كلها، ويقدر يصطاد فرايسه والغذاء بتاعه على مستوى أنواع المياه دي كلها. فعلا حيوان ذكي. الكائن دوت بيصطاد أي حاجة على مستوى بقه، عشان كده احنا بنربيه مع كائنات أكبر من حجمه. كلمة سر الحلقة دي هو التكيف سر الحياة. استنونا في الحلقات الجاية اوريكم ازاي التعبان ده بيتدرب ويبقى صاحب صاحبه وتقدر تلعب معاه كمان وتتفادى مشاكله في الحلقات.